يقول الإمام مالك عليه رحمة الله: لو علمت أن لي دعوة مقبولة لصرفتها لإمام المسلمين، لأنه بصلاح الراعي تصلح الرعية. والعكس صحيح كذلك، إذا صلحت الرعية أصلح الله لها ولاتها، لأن قلوب الحكام بيد رب العالمين. وبعد الدعاء النصيحة، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن النصيحة يجب أن تكون بالرفق مع المسؤول وغيره من الناس، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. وتكون مع الإخلاص والإكرام والاحترام، وليس التباهي والتشهير، لأن النصيحة إذا كانت على الملأ تصبح فضيحة، ولا أحد يقبل الفضيحة. سامحني يا طويل العمر، أنا طولت، وغيري يمكن أنه حق مني بالكلام، ولهم إن شاء الله أقل مني محبة لكم، لكني أقول أن محبة المسلم العادي أمر مطلوب، فكيف بمحبة ولاة الأمور وهم أعلى طبقة في الأمة؟ لكن لا بد أن نخلص النية في ذلك، لأنها إذا كانت لوجه الله فراعيها إن شاء الله يفوز، وإن كانت للمداهنة ولا تحويش دنيا ولا تسجيل موقف ومكانة عند الحاكم وغيره، هذا شرك، ولو أنه إن شاء الله ما يخرج من الملة. وأنا يا شايبك إذا هوجست بشيء ما أعرف أرده، غير سامحني، وشوف أني بديت أطلع عن الخط وأسوي نفسي شيخ، أقول هذا شرك وهذا توحيد وهذه بدعة، وأنا والله أعرف أني دون ذلك، وأعرف بنفسي منكم، وربي أعرف مني بنفسي، وعساكم سالم مني طول العمر. بارك الله فيك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.